السلام عليكم الفلاوين، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بخير وتلقيكم لا فيديو تاع اليوم كامل مهنيين. قبل ما نبدا في لا فيديو تاعي حبيت نشكركم بزاف على لا فيديو اللي فاتت تاع النقاش. بزاف منكم اللي خلاو لي دي كومونتير بزاف شابين، يعطيكم الصحه. وكاينين بزاف اللي دخلوا جدد، حبيت نقولكم مرحبا بكم. نتمنى يعجبكم الوصفه تاعي. نروح نبداو بالوصفه تاعنا اللي هي كاطو بريستيج بحشو بزاف بنين. نشوفوا المقادير، كملوا لا فيديو للاخر. بسم الله. هنايا عندي 250 غرام مارغرين، عندي 4 مغارف مايزينا، وهنايا عندي فنجان تاع سكر قلاص، 4 مغارف الزيت، و4 مغارف كاوكاو محمص ومرحي، عندي صفار حبة بيض، وهنايا عندي الفرينة المبيها العجينة، وقرصة تاع الخميرة ولافاني. هنايا راح نبداو بالزبدة. قلت لكم عندي 250 غرام مارغرين، وندير لها 4 مغارف كبار تاع الزيت. هنايا الزبدة لازم تكون على درجة حرارة الغرفة. وهنا عندي فنجان تاع سكر قلاص، يعني ما نكتروش سكر، يعني نص كاس تاع سكر قلاص. انا عندي صفر تاع حبة بيض مع 4 مغارف كبار تاع كاوكاو محمص ومرحي. نخلطوا المقادير كاع مع بعض، نخلطوهم تري بيان بهذا الشكل. يعني هنا قلت لكم ما تكتروش سكر قلاص باسكو الحشو بنين، و باش ما يجيكمش الحشو حلو، باش ما يجيكمش الكاطو تاعكم حلو بزاف. نقصوا دائما في الكاطو، نقصوا كمية تاع سكر قلاص باش يجي معتدل مع الحشو. هنايا عندي 4 مغارف كبار تاع لا مايزينا، نزيد نخلط كلش مع بعضه ونلمو العجينة تاعنا بالفرينة، يعني لموها برك. هنايا الفرينة ديروا غير بشوية باه ما تغلبكمش، ديروا بشوية ولموا العجينة تاعكم. ونديروا قرصة تاع خميرة، يعني ما تكتروش الخميرة، ديروا شوية برك منع باه الكاطو تاعنا ما يتنفخش بزاف ويفسد في المول. هذا هو القوام تاع العجينة تاعي، تجي طرية. قلت لكم لموها، غير زيدوا الفرينة بشوية وجمعوا لابا تاعكم. هنا بعد ما كملت نجيبوا هاد المول اللي رايحة ندير بيه، ندير كمية تاع العجينة. سيو رققوها برك كي يروح يطيب الكاطو تاعكم رايح يتنفخ شوية. صافي سيو قد ما تقدروا ترقوها، ماشي ترقوها بزاف بصح لازم ترقوها باش كي يتنفخ يجي نورمال باش نديرو الحشو تاعنا. نروح ندير الكمية اللي عندي كامل. هنايا الفور تاعكم لازم يكون مسخن، كي تبداو تخدموا العجينة بداو سخنوا الفور تاعكم. أنا بعد ما شكلتهم كامل نروح نسقم الحواف تاعهم بالموس، يعني باش يجينا متساوي. هنايا سقموهم مليح بالموس وخدموا خدمة نقية باش تجيكم الخدمة تاعكم متحوفة. هنا بعد ما كملت الكمية اللي عندي نروح نثقبهم مليح بالفرشيطة باه ما يتنفخوش بزاف، ونروحوا ندخلوهم للفور. أنا مدة الطهي يعني كل واحد والفور تاعو. وهنا عندي هاد المول اللي ندير به القاعدة، يعني دوك تشوفوا تبعوا لا فيديو تفهموا باه ما نكترش الهضرة بزاف. نديرو هادوما بالطابع، لازم يعني الطابع تاعكم يجي قيس المول اللي درتو بيه، وماشي لازم ديرو بالمول اللي درت انا، اللي ما عندوش يبدل المول واحد اخر. بعد ما طابت الحلوى تاعي نخليوها تبرد تماما ونحيها من ليمول. شوفوا كيفاش جات.
ودوكا نروحو للحشو. هنايا عندي زوج مغارف كبار تاع شوكولا أطرتيني، عندي كمية تاع الفيتين وعندي الكراميل والجوز. هذا هو الحشو تاع القاطو تاعنا. هنايا شوكولا تاعي قلتلكم شوكولا طارتيني، ديرو النوعية اللي تحبوها. درت زوج مغارف تاع شوكولا طارتيني وذوبتهم في حمام مائي، زدتلها شوية تاع زيت حوالي مغرف صغيرة تاع زيت وذوبتهم مليح، ونزيدلها هنايا كمية تاع الفيتين. هنا شوفوا القوام تاع الفيتين كيفاش، يعني ماشي لازم يجيكم شوية جاري باش القوام تاعو يجي مليح وما يجيش يابس. هنايا ندير الكراميل في لابوش. الحاجة الأولى هنايا نديرو الكراميل، نديرو كمية تاع كراميل. هنايا الحشو كل واحد يدير كيما يحب، ماشي لازم يعني ديرو كيما درت أنا. الحشو تقدروا تبدلو فيه كيما تحبوا، تقدروا ديرو كاوكاو مع حلوى تتركو الفيتين والقطايف وتلموهم بالكراميل وديروهم وحدهم. أنا قلتلكم أنا درت الكراميل وزدت لها شوية تاع جوز، يعني ما كترتش قيس ما يجيني الحشو شوية شوية كل حاجة درت شوية. هنايا ندير ثاني حوالي مغرف صغيرة تاع فيتين مع شوكولا. هاد الحشو يجي بزاف بنين، ما عندي ما نقولكم صراحة هاد القاطو جا بنين 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 هايل، اللي ذاقو يهبل عليه، ما عندي ما نقولكم. نتمنى تجربوا الوصفة. قلتلكم هنايا الحشو تقدروا تبدلوا فيه كيما تحبوا، أنا نمدلكم الفكرة وانتوما ديروا كيما تحبوا. أنا بعد ما درت الحشو نروح نسكرهم بهذيك الصابلي اللي درتو، يعني نديروه والشوكولا مازال ما حكمتش روحها هكذا باش تلصق. وأنا بعد ما كملت القاطو تاعي نخليه يبرد شوية حوالي 10 دقائق باش هذاك الشوكولا تحكم مع صابلي. أنايا عندي للتزيين عندي قطايف محمصين شريتهم هكذا، وهنايا عندي لاكونفيتور، ندير لاكونفيتور القاطو تاعي ونرمدو في القطايف المحمصين. يعني هنايا باش ما نهدرش بزاف، الصورة راهي توضح على نفسها. رايحة نكمل الكمية تاعي اللي عندي كامل ونروحو نديرو التزيين اللي نديروه من فوق. هنا بعد ما كملتهم شوفوا الشكل تاعهم كيفاش يجي شباب، وهنا هادوما درتهم للتزيين. عندي شوكولا بيضاء ذوبتها وحتى درتها في المول تاع لي ماكارون
ودرت من فوق ديموليتها، خليتها تبرد وحكمتها ديموليتها. وهنايا رايحة نديكوريها بهاد المكسرات، عندي جوز بندق ولوز وهذوك ورد شوش. يعني هنايا هادو هما الحوايج اللي ديكوريت بيهم، نروحو نحطوهم من فوق، تجي الشكل تاعهم بزاف شباب. هنايا نلصقوهم بالشوكولا، نذوبو الشوكولا ونلصقوهم. وصفة بزاف شابة ساهلة بنينة بريزونطابل، يعني مليحة الحفلات تاعكم، الأعراس والمناسبات. دوكا جاي الصيف وجاي العيد إن شاء الله، إن شاء الله تجربوها وتشاركوني الوصفات اللي درتوهم من عندي. نتمنى تزوروني وتدخلوا لعندي الانستغرام تاعي قاطو تامازيغ، تلقاو تما بزاف صوالح نديرهم. واي استفسار عندكم ماذا بكم دخلوا الانستغرام رايحه نجاوبكم بالوحده. نتمنى تكون الوصفه تاعي عجبتكم، واذا نسيت كاش حاجه عذروني يعني في الشرح ولا المونتاج شويه يتعب مع الخدمه ولي كوموند وعلى بالكم. المهم هذه هي الوصفة تاعي بعد ما كملتها. نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تكونوا استفدتوا، ونتمنى ما تكونوش مليتوا من الفيديو تاعي وما رانيش نهضر بزاف. انا قسمت لكم حبيبه باش تشوفوا صراحه يذوب في الفم، هايل البنة تاعو وحدها، يعني من برا يجي طري مع هذيك القرمشة تاع الفيتين والجوز بزاف بنين صراحة. اللي ذاقوا عجبهم بزاف هايل. نتمنى تجربوا الوصفة وتعطوني رايكم، نتمنى تدخلوا لي تعليقات شابة. دوكا مبقى لي غير نقولكم نخليكم في امان الله، فيديو اخر ان شاء الله، تبقوا على خير، باي باي.